خطأ بيوقع فيه كتير من الأشخاص المهتمين بالشأن السوري. إذا ذكرت قدامك الشبكة السورية لحقوق الإنسان والمرصد السوري وفكرتهم نفس الجهة، فهالفيديو لك. رغم تشابه اسم هالجهتين إلا أنه الجوهر مختلف تماماً. بداية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان تأسست رسمياً ب 2011 على يد الأستاذ فضل شقفة، وهي منظمة مستقلة غير ربحية بتضم كوادر متدربة بتلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. لعبت دور بارز بالتوثيق المنظم والدقيق لأحداث الثورة السورية، مثل ملفات الاعتقالات والإخفاء القسري، القتل والتعذيب والكيماوي، بهدف استخدامها لتحقيق العدالة الانتقالية. وانعرفت بتعاونها مع الأمم المتحدة والبيت الأبيض والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات الدولية. كمنظمة حيادية بتشتغل وفق منهجيات معتمدة دولياً لإعداد التقارير وتوثيق وتقديم الأدلة. أما المرصد السوري لحقوق الإنسان انطلق كمكتب بريطانيا على يد رامي عبد الرحمن، الاسم الحركي لأسامة سليمان. بيعتمد على شبكة مراسلين داخل سوريا لإرسال إحصائيات عن الأحداث اليومية، وله ظهور إعلامي كبير على عكس الشبكة. ورغم استشهاد بعض وكالات الأنباء العالمية بالمرصد، إلا أنه بيكتر الحديث والانتقادات حول مصداقيته وحياديته. البعض بينظر له أنه بيديره شخص واحد، وتوجه له اتهامات أحياناً بنشر أخبار غير دقيقة أو متحيزة لصالح أطراف معينة. لذلك بعض الجهات بتعتبره مرصد إعلامي مثير للجدل أكثر من كونه مرجع حقوقي منهجي، وبتدعو للتحقق من تفاصيل تقاريره. وهلأ صرتوا تعرفوا شو الفرق بين الشبكة والمرصد؟